بولاية عين تيموشنت، حيث لا تزال قصة اختفاء الشاب ميلود عبيد بوعزة ذو 21 ربيعا منذ ديسمبر الماضي وقبوعه في السجون الليبية لغزا محيرا، وهو ما دفع بعائلته إلى مناشدة وزارة الخارجية التدخل في قضيته. تفاصيل أوفى مع أمين بالحية. يا ولدي لا راك تشوف فيا وراك محبوس ولا راك مغبون ولا زفط لي ميساج وقول لي ولدي كي راك داير، عاود الغالي راني محروقه عليك ولدي. تتألم لدرجة تنحبس الكلمات داخل قلب أم تبحث عن فلذة كبدها. ميلود عبيد بوعزة شاب يبلغ من العمر 21 ربيعا، عنوان لقصة اختفاء محير. تفاصيلها بدأت بتاريخ 15 ديسمبر من سنة 2016 إثر تنقله إلى تونس، ومن ثم إلى ليبيا، أين يقبع حاليا في السجون هناك. لو 15 ديسمبر ماشي حواس بكواخطه باسبوره بكل شيء، ومن بعد لو 17 الغالي قال لي ما راني وصلت لتونس وراني غايه. عاود قعد ايامات قعدنا متهولين ما عرفناش كاع صرا لا حي ولا ميت. عاود زفط لنا ميساج داير ما متهوليش عليا، راني محبوس في ليبيا في مدينه سموها بلغازي. كي شته ما نقولكش قلبي زاد انحرق، راني نتمشى ونبكي، راني متوحشه ولدي ما نكذبش عليك. الطريقة التي اختفى بها بوعزة والذي كان يعيش حالة طبيعية خلفت فراغا كبيرا وسط أهله وأصدقائه وحالة من الحزن والقلق. نطلب من السلطات وزير الخارجية يشوفوا هذه القضية تاع الشباب الجزائري، خاصة شباب الجزائري ماشي غير يعني ولدي أنا. نتمنى عن قريب يطلقوا لنا أولادنا يصوموا معنا رمضان، هذا ما نقول. في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث وتدخل وزارة الخارجية، تبقى عائلة ميلود عبيد تعد الدقائق والساعات وتنتظر بشرى لقاء الابن البكر للعائلة.